احنا ليه كل ما مسؤول بيطلع من عندنا او كل ما حد بيطلع من عندنا يتكلم عن ازمه او عن مشكله الناس تطلع تزيق ويحط تحت تزيق دي 500 خط؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه عايز اقولها، ليه كل مشكله او كل ازمه او كل حد ما يطلع يتكلم في مشكله الناس بتطلع تزيق وحط تحت الزيق دي من خط؟ بس خليك معايا ومركز وعشان تعرف الكلام المهم اللي انا جاي اقول لك عليه. امبارح بعد مباراه كبيره قدمها مارسيل كولر ولاعبي النادي الاهلي، المفروض والطبيعي ان اللعيبه تفرح، ان كولر يفرح، ان